السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، بحس كتير مننا بينسى هو جاي الدنيا ليه أصلا. لدرجة اللي هو بيكلف نفسه ما لا يطيق. لازم تعرف ان احنا الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا في كبد. سجن المؤمن وجنة الكافر، موجودين فيها لنطيع الله عز وجل ونصبر على ما ابتلانا به. فقال لنا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بتفتن زي ما بيفتن الذهب بالنار كده، بيشدد في البلاء كما كان يشدد في البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء. عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يبتلى المرء على قدر دينه. والله عز وجل قال لنا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الله عز وجل قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهو احنا إنما جئنا في هذه الحياة الدنيا لنختبر. فأنت لازم ما تكلفش نفسك فوق طاقتها. بمعنى، من أجل الآيات اللي أنا بحبها بشكل عام قول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله عز وجل عليم بك، ومع علمه بك هو حكيم في تصرفاته، في أفعاله، في قضائه وقدره. ولكن لازم تفتكر انك اصلا جاي هنا لكي تبتلى، لكي تمتحن انت والانبياء. فيبتلى سيدنا يونس برفض قومه له لدعوته، فيمشي تمام ويسيب قومه بدون إذن الله عز وجل، فيبتلى في بطن الحوت فيقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا زكريا يبتلى بانعدام الولد مع كبر السن، وبعد كده سيدنا يحيى يأتي، وبعد كده سيدنا يحيى يقتل. سيدنا يوسف يبتلى بإخوانه، يبتلى بامرأة العزيز، يبتلى بإلقائه في البئر، يبتلى بأخذ أخاه، يبتلى بحاجات كتيرة جدا ويصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى فيسحر فتكسر رباعيته ويسم، ويعني ايه يعني يبتلى من أقرب أقربائه، أبو جهل عمه. وهكذا الأنبياء. سيدنا موسى ينفى، يطرد بره البلد، يهرب بره البلد. سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50 عاما. الأنبياء دول جاءوا ليوصلوا رسالة الله عز وجل الذي خلق، وابتلاهم الله عز وجل أكبر ابتلاء. حتى الصحابة، سيدنا عمر قتل، وقبل ما يموت يعني قعد كم يوم يعاني من أثر الطعنة من أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله اللعنة. تمام. وسيدنا أبي بكر، شوف البلاء، بلاء موت النبي صلى الله عليه وسلم، وارتداد العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومانع الزكاة. مواضيع كثيرة قوي قوي قوي. انت لم تأتي في هذه الدنيا لإيه؟ تلاقي الدنيا امتحان، الدنيا اختبار. ما هي إلا اختبار. هتقعد فيها 60 70 80 100 سنة وهتموت. إنما نسعى لقبورنا. يعني أنا دلوقتي كل يوم بسعى إلى القبر، بسعى بتحرك له بدون إرادة مني، مش بمزاجي. فأنت لو عرفت ان الدنيا دي أصلا إنما هي دار بلاء ودار امتحان، والله عز وجل على كل ما كان فيها من الصعاب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأجر على قدر النصب. كلما كان نصب غمسة واحدة في الجنة تنسيك ما كان بك من شقاء الدنيا كله. والعكس بالعكس. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. إحنا ضعفاء سبحان الله، إلا ما تمسكنا به من حبل الله المتين. غير كده احنا أصلا ضعفاء جدا جدا، جسديا ونفسيا وقلبيا وكل حاجة. لذلك بنتمسك بحبل الله المتين، نصلي، نقرأ القرآن، نتعلم العلم الشرعي، فنعلم ما نحن فيه من بلاء، إنما هو مقصد هذه الدنيا. احنا لو الامتحان مش صعب ما يبقاش امتحان. عمرك دخلت كده لقيت الامتحان بيقول لك انت اسمك ايه؟ اسمي احمد فتحي، صح، خدت 100%؟ استحالة. انما الامتحان فيما تكره، فتلاقي الامتحان صعب، لازم تذاكر له، لازم تستعد. تمام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بالأسر، فوجدت امرأة تبحث في الأسر عن رضيعها، فلما وجدته ألصقته بصدرها. قالوا أترون هذه بملقية ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم بأحدكم من هذه بولدها. فأنت لازم تركز، الله عز وجل رحيم غفور. فأنت لما الدنيا تثقل عليك لازم تعرف اللي ده أصله. أنا واحد ابتلي كثير في الحياة الدنيا بأمراض جسدية ونفسية. كنت الله عز وجل قال ففروا إلى الله. دي دار بلاء. فأنت لما تلاقي حاجة زي كده، مهما كنت تتذكر الأنبياء، تتذكر ما كان من الصحابة، تتذكر اللي حصل لكل من قبلك، حتى يأتي لك هذا الإسلام غضا طريا، ما تحتاجش ان انت تعمل فيه أي حاجة. الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. الله عز وجل بك رحيم، أيا كان الموقف اللي انت فيه لا يستحق اللي انت تأذي نفسك، لأن ده مش حل لأي حاجة، وإنما تنتقل من شيء انت عارفه هذه الدنيا اللي انت بتحسن نفسك فيها لشيء لا تعلمه. فاللي هو ومش هتحل حاجة، كل اللي انت هتعمله انك هربت من معلوم لمجهول. تمام. نسأل الله عز وجل أن يغفر لموتى المسلمين يا رب، وأن يرحمهم ويدخلهم من جنات الفردوس يا رب، وأن يغفر لنا وله. تمام. والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. فأنت بتنتقل من معلوم إلى مجهول، وأكثر ناس هتحزن عليك مش اللي ظلموك ولا اللي ضايقوك خالص، دول بالعكس هيفرحوا فيك أكثر، إنما اللي بيحزن عليك هم الناس الأقارب منك. فأنت لما تلاقي الناس الدنيا ضغطت عليك، اعرف اللي ده طبيعة الحياة الدنيا، وإنك أنت كلما اقتربت من الله عز وجل قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فأنت لما تلاقي الدنيا ده يعني في شدد لك في البلاء، فإنما هو من الإيمان، والله عز وجل لا يكلفك إلا ما تطيق. فاصبر، اصبر. ولما تحصل حاجة دايما صارح الناس. لو أبوك وأمك بيضغطوا عليك قول لهم يا بابا أنا مضغوط، أكثر الصلاة، وخاصة صلاة الليل والناس نايمة. تمام. يعني دي من أكثر الحاجات اللي ساعدتني في بلائي الخاص أنا. تمام. اللي أنا كنت بصحى بالليل بجيب كل اللي جواه، بقى بعيط، بقى بعمل كل حاجة، بقول لربنا كل حاجة عز وجل، كل حاجة. يعني أنا دايما كنت بقول لربنا أنت لو ما لحقتنيش هتجنن. لا كنت بعرف أتكلم بقى لغة عربية، ولا أقول دعاء بقى منمق، ولا أي حاجة. فأنت لما الدنيا تقسى عليك استعن بالله عز وجل ولا تعجز، كل ميسر لما خلق له. صارح الشخص اللي بيضغطك إنه بيضغطك، استعن بواحد من أهل الصلاح، استعن بواحد من اللي حواليك. لو أبوك مطلع عينك وأنت مش عارف تقنعه، شوف حد ليه دلال على أبوك، شوف حد ليه دلال على أمك، وأكثر مصارحتهم. فاهم؟ يعني أكثر مصارحتهم. فأنت ركز، الحياة لم تأتي في هذه الحياة لتنعم، إنما تبتلى بأمراض جسدية وعضوية وبتاع، ليه جنة عرضها السماوات والأرض. فاهم؟ أعدت للمؤمنين، أعدت للمتقين، أعدت لمن يخافون الله عز وجل. وتعلم إنك أنت مش لوحدك، والله ما لوحدك، ده أكثر ناس شدد لها في البلاء كانوا أحب الناس لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلين، كما يوعك الرجلين، وابتلي في كل شيء، في أولاده، في موت أحب الناس لي. تمام. في عرضه صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة، وكثير من البلاءات. فأنت يعني مش في شيء، فأنت أصبر واحتسب، واعرف إن الله عز وجل بك رحيم. الله عز وجل أفرح بتوبتك من رجل في فلاة في صحراء كان معه ناقة عليها زاد كله، فانفلتت الدابة،
فمن يأسه في الصحراء قعد تحت ظل شجرة وجدها ينتظر الموت، فلما استيقظ وجد خطام الدابة، الحبل بتاع الدابة في يده، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من كتر الفرحة قال لربنا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أنسته الفرحة. الله عز وجل بك رحيم ولا يكلفك إلا بما تطيق، فاصبر واعلم إنما هي دار بلاء وإنما أنت واحد فيها، تمام، وآخرون كثير شدد لهم في البلاء أكثر منكم مليون مرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الله المستعان. جزاكم الله خيرا، ربنا يغفر لموتى المسلمين، اكثروا الدعاء يعني الله المستعان. الله المستعان، ربنا يغفر لنا ولموتى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.